طيب قبل اي حاجه انا عايز اشكر الصدفه والظروف اللي خلوني اكتشف المكان الرايق ده وانا بتمشى في شوارع الكوربه. فود كورت كده صغير اسمه كورنر، موجود جواه تراك محندقه بتعمل ايطاليان فود واسمها ستون. المنيو عندهم كله تيك اواي ومعظمه ما بين البيتزا والباستا، فطلبت 2 من ده و2 من ده. الباستا خلينا نبتدي الاول بالباستا، واللي بتتعمل عندهم هوم ميد عشان تبقى دايما فريش. طلبت تشيكن الفريدو وستون باستا. اللي تشيكن الفريدو كانت حلوه قوي، وطعم الوايت صوص اللي شغالين بيه مختلف عن معظم اللي بناكله، بس اللي طعمها عجبني اكتر هي الستون باستا، ودي بتاخد بينك صوص عكس الالفريدو مع ساند رايت توميتوز ورشه بارميزان من على الوش، مخليه طعمها خطير. اما بقى نيابوليتان بيتزا فاخترت من المنيو بوراتا بيتزا وتاراتوفو بيتزا، يا رب اكون منطقها صح. البوراتا دي بصراحه كانت ولا غلطه، عجينه مثاليه وتسويه مظبوطه والكواليتي بتاعت الانجريدينتس كلها ولا احلى. التاراتوفو بيتزا دي بقى كانت جديده وغريبه شويه، واغرب حاجه فيها بالنسبه لي شويه الشيبسي اللي كانوا عليها من فوق، طعمها جديد ومختلف وعجبني. انا عن نفسي اتبسطت بالمكان وبالتجربه كلها، واكيد هرجع له تاني كتير. هو المنيو كله عندهم تو جو او تيك اواي يعني، بس كده المكان فيه اعداد كتير شيك ولذيذه قوي. دي اسعار الايتمز اللي جربتها، ومكانهم بالظبط في شارع ممنون اللي في الكوربه قبل الشوكليت فاكتوري. ده كان ملخص بسيط لتجربتي في المكان، واستنوا في الفيديوهات اللي جايه اماكن حلوه تانية كتير.